أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتنا. النهاردة هنتكلم عن سؤال بيدور في بال ناس كتير جدا: ليه مش بنطبع فلوس ونحل بيها الأزمة الاقتصادية في مصر؟ الفكرة تبدو منطقية، بس خلينا نفهم ليه الموضوع مش بالساهل زي ما احنا فاهمين. لما بنطبع فلوس كتير بيحصل حاجة اسمها التضخم. التضخم معناه إن أسعار السلع والخدمات بتزيد. طب ليه بتزيد؟ لأن عدد الفلوس زاد في السوق، بس عدد السلع والخدمات ما زادش بنفس السرعة. يعني مثلا لو كان معاك 10 جنيه، ال10 جنيه تقدر تشتري بيهم عيش. لما نطبع فلوس ويبقى معاك 20 جنيه، العيش ساعتها مش هيبقى سعره 10 جنيه زي ما كان، ده هيبقى سعره 20. فالفلوس الزيادة ما عملتش حاجة غير إنها زودت الأسعار. كمان لما الدولة تبتدي تطبع فلوس كتير بدون وجود احتياطي حقيقي وراها، الناس والشركات بيبتدوا يفقدوا الثقة في العملة. يعني الناس مش هتصدق إن الفلوس دي لها قيمة حقيقية، وده ممكن يخليهم يفضلوا يحتفظوا بالدولار أو الذهب بديلة للعملة المحلية، لأنها بقت موجودة بكثرة في الأسواق. الفلوس اللي موجودة في السوق لازم تكون متناسبة مع حجم الاقتصاد. مثلا لو الاقتصاد بتاعنا بينتج سلع وخدمات بكمية معينة، لازم كمية الفلوس تكون مناسبة لكمية الإنتاج دي. طب إيه هي الحلول اللي ممكن تطلعنا من الأزمة الاقتصادية؟ الحلول مش بالسهولة اللي ممكن تخلي أي دولة تقدر تنفذها، لأنها محتاجة شغل وجهد وتخطيط طويل المدى. خلينا نشوف بعض الحلول اللي ممكن نطبقها في مصر. أول حاجة وهي تشجيع الاستثمار، جذب المستثمرين لمشروعات جديدة، ده هيوفر وظائف ويزود الإنتاج. تاني حاجة تحسين التعليم والتدريب المستمر، لما الناس تتعلم وتكتسب مهارات جديدة هيكون عندهم فرص أكتر للشغل. تالت حاجة الإصلاحات الاقتصادية، الدولة لازم تشتغل على تحسين البنية التحتية وتقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات بشكل عام. وفي النهاية الحلول الاقتصادية زي ما قلنا بتحتاج لشغل وجهد وتخطيط طويل المدى، مش مجرد طباعة فلوس وزيادة الورق اللي في جيبنا. شكرا ليكم على المشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.